أسعد الله صباحكم بكل خير. تبغى سالفة قناة المجد؟ أنا والله إن كنت بقولها ولا وانشغلت وصار عندي ضيف وأبشر. خلوني أخلص الآيس كريم هذا إنه مقرمش. عام 25 حولها أخوي كان يدرس في الجامعة جامعة الإمام، واحد من أخوياه أخوه شغال في قناة المجد، وكل ما جاء عندنا كل ما جلس عندنا أخوي لا والله هنا يسولف خوي قناة المجد ومدري إيش سوى ومدري. أشغلت أنا في نفسي تكفى خلي يطلعنا في التلفزيون بالقوة. وكل ما قابلت أخوي ها كلمت خويك وش صار؟ المهم إنه قال لي خلاص الرجال مرتب معي إن شاء الله بيطلعنا. المهم أخذت لي شهرين من على حر من الجمر أبي يطلع في التلفزيون. هذا القرادة ما جاءت الموافقة إلا وقت موسم ضبان. أذكر رايح نقاسم مع أبوي وعماني للصمان وكار فيني كرف الويل. ثم عاد يوم اني جيت حنا عاد الارسال ما في الصمام ما في ارسال. يوم اني طلعت على الارسال وانا اخوي دق علي قال تراهم موعديننا يوم الاثنين. اذكرها اليوم هذا ما نسيته. المهم يوم انه قال لي عاد شفت فيهم الرجل صملوا فينا واختلف التوازن عندي. انا لي 6 شهور وانا طاردهم، ويوم شفتهم صملوا فينا والله يوم تغير الوضع عندي. المهم يوم اني جيت الرياض لا والله وجهي راح اسود، حتى كل ما قابلت واحد قال لي وجهك عامها اسود انت عامك محترق من الشمس. يا ليل واروح ادور حلاقين وصم. المهم ما خلت شيء ما سويته في الوجهية عيد طبق. يوم جاي يوم الأحد ليلة الاثنين الله بالله الراعي يوم ساقتني مع رجليني ادور لي عذر. بنحاش بهج لا ما في طب فيني يا ولد والعيال. المهم خش معنا 2. المهم يوم قمت الصبح ما رقت زين وتذكرها في بلن سادني هنية ما ادري شنو ما ادري رايعة ما ادري ما عمري طلعت في التلفزيون من اول من يطلع في التلفزيون. الجماعة كلهم دارين ان بنطلع والعالم تهرج ويا ولد شيء لا حول يما هي فيها في كارثة تحصل بس ما ادري وش هي. المهم موعدنا الساعة 4 العصر. اذكرها في طريق على طريق خريس حول التخصصي المنطقة هذيك، وحنا نروح ونكلم الرجال اخو شو اسمه اخو رفيجنا ونكلمه قالوا يمين يسار ادخل. يوم اني فكيت الباب نزلت له والله رجليني ما عاد تشيني يلا. المهم رحبوا فينا ما قصروا يلا حلوه وجينا تفتح النفس ودخلنا داخل وثم اخذنا شيء من ادانا ودخلنا في الغرفه هي اللي فيها اللقاء. المهم انهم اعطونا موضوع قالوا الموضوع عن مشروب الطاقه لازم تتكلمون عنه في مؤيدين وفي معارضين. وصرت انا من المعارضين. احنا الحين الكلام وين في غرفة قبل ما ندخل الغرفة هذيك قالوا تعلمونا وانا تشجعت وشفت الوضع عادي. المهم الوضع صار عندي كويس ما عندي اي مشكلة تشجعت وذا. ويوم دخلنا في هاك الغرفة في غرفتين في جنبهم فيها الكاميرات وفيها التصوير وفيها المواصير هذيك اللي تجي من فوق كذا، وفي واحد راقد له على السلم كذا ولابس له نظارات مصري شكله يروع. اختلف التوازن. رجليني قامت تصافق. انا وش اللي جابني هنا وش اللقافه اللي والقراده اللي خلتني اجي وانا كيف انحاش انا كيف هج. المهم دخل علينا واحد لابس الرياضه مطوع يذكر قال ها جاهزين يصفق بدا ها جاهزين يا اخوان. قلت انا ايه جاهزين وانا ونس هالشر الخين. قال البدايه عندك قلت الله ازهلها انا مو سنة الشهر واحاول اني اخذ لي نفس واقرا المعوذات واقرا آية الكرسي واقرا يا ليل الليل انا يا ليتني ما جيت ولا عرفتهم. المهم اني كرهت الساعة اللي كلمتهم فيها واجلس. قال ها انت معارض وهذولك ميدين. قلت الله قالوا يلا نبدأ بالعدد التناسلي لا سمعتوا اكشن انطلق الكلمة عندك بداية. قلت الله ويوم انه عد قال 5 4 من يوم انه قال 3 4 اكشن. الله يبنا يلا عاد الشر لي ابدا البدايه عندك وانا عاين في اخوي قدامي مقابل وجهي. يوم جيت بهرج الله لا انا رجيت خابط اخويا عاين فيه ليه ما اشوفه بيني زي الضباب ما عاد احق وجهه ما يجي ما عاد اشوفه. انا بغيت انصرف يوقفون التصوير قال يلا نعيد من جديد. ايش فيك انت؟ كنت بس نسيت الكلمه. المهم يعيدون التصوير من جديد. يوم عاد بغيت انحاش يوم فصل الكاميرا يا ولد ما سويت انهم طفوها قالوا عيدوها من جديد بغيت انحاش بغيت
تبكي مثل عادل امام يوم يقول ده انا غالب. موقف اول مره اشوف كاميرات وعالم وذا تصوير. انا معد ثاني مره قايله يوم عدوا تجمع وانا بقى ما عندي تحمس طال عمرك. اذكر انا كنت انا بقول مره من المرات كنت ماشي من مكه للرياض، كنت معتمر وتعبان ومدري ويش، واني اخذت مشروب الطاقه ذا ولا استفدت شيء، واني وصلت الطائف والله العظيم. المهم قلت انا مرة من المرات وانا طالع من مكة معتمر تعبان، وما يوم اني جيت مكة واخذت مشروب الطاقة ما جيت الطائف الا طبل. هم يوقفون التصوير ثاني مرة. قال مطوع واد كلام كذا ما فيه جملة مفيدة ما فيه. انت ايش قاعد تقول؟ المهم هم يعيدون التصوير ثاني مرة وانا ابدا كالبداية طال عمرك اللي شديت حيلي وتجمعت واسمي بالرحمن وانا انطلق. اخر شيء الطبلون لين عيالي يوم خمس سالفة مني ما قصروا، ويوم اخذوها مني ما تقول طايحين علي من السماء ولا اخذ لي نفس ابكيه. والله ان واحد من اخواني الله يرحمه يجعله في جنات النعيم اسمه نايف، الله يرحمه يسكن الجنة يرحمه ويرحم اموات المسلمين. انا ذكرتها الله يجعله في جنات. ما السالفة وهو يقول بها ياخذ بها شوي بدوش يقوم يخابط بضرب على الكفر. كلامها اللي يقول له ايش لكم في مشروب الطاقة؟ خذ لك شيء تعرفه عن ابوك وعن جدك وابك مدري منين جاب. اذكرها ما فيها جملة مفيدة، فيها شوى اخوي اللي يدرس في الجامعة واخوي قحطاني وعواض مصلح الله يذكره بالخير هم اللي يشوى. وحياة ناف الله يرحمه يجعل في جنات النعيم جملة مفيدة ما تحدك تجمع منها. تجمعون كلامنا كل ابوه هذا قطع منها على التالي ما طلع لك. اذكر هالرجال شو يقول فيه واحد من العيال ياخذ بيبس العائله هالطول يفكه كذا ويشربه كذا بيبس عائله. وين فيه؟ انا اللي قلتها هي خرطي. اقول في واحد من العيال حاطنا المسمار في البيبس بعد يوم جاء المسمار متفتت. الله اكبر يا العافيه يعطيكم العافيه. ما طمعت بالسلام. انا شوف شغل سيارة ننشدهم قلنا متى تجي؟ قال بعد شهر كذا ان شاء الله نعلمكم نخبركم فيه. يدقون علينا قال ترى تنزل الخميس هذا. تجمع عند التلفزيون وربعنا يتجمعون عند التلفزيونات والحي كله عند التلفزيونات. الله اكبر يا عند التلفزيون يوم منها بدا ترى الابراهيم وانا عاين في وجهي يا رب رحمتك ما حب وجهي هذا. بغيت اقطع نفسي جاشين وجهي فينا. جيت راحت فيها بس الهرج ما تفهم منه شيء غير الثلاثه اللي معناهم اللي يمشوا امورنا ولولاهم شاتونا مع الباب شوت. انا ظني بروح لقناه المجد بروح لما بدور عندهم في الشرطان الفيديوهات اللي عندهم يمكن القاها. اللي لقيتها عز الله اني بعرضها لكم تشوفونها. من الله ثمنكم يا رب. تراني قفلت الخاص لان الجوال احتر. هذا جوالي اللي اصور به. طفى بطاريه ووضع مزري واصور بجوالي الثاني. عدو اعلمكم اللي قاهرني وشانو اصور والله اني منزل ناري كله وياها على لا تزعل ويا معاي تدورها لما ادري وين راحت طارت كلها طفى الجوال